السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الجزائريين. طبعا غادي تسألوا هذا السؤال تاع علاه أصحاب السبت في الجزائر ولا أصحاب السبت كما أهل الجزائر، وش الفرق بيننا وكيف هادو الناس كانوا بكري. لا الله عز وجل مادام حطهم لنا الله عز وجل في القرآن حتى سيكونون منه. ومن هذا المنبر أنا أقول بأننا مسؤولين في الجزائر عن تضييع الثروة السمكية، مسؤولين شعبا وحكومة. وغادي نقول لكم شو الفرق بيناتنا وشو الأمر اللي غادي الحاجة اللي تخلينا نشبهوا لأهل السبت. هاد الناس ربي حرم عليهم الصيد بيوم السبت، فاش داروا قاسوا الشبك بالجمعة وجبدوهم بالحد. جاوهم الناس المؤمنين هادو اللي باغي خوتي الجزائريين نكونوا كيفهم، جاو قالوا لهم باللي ودي خالفتوا أوامر الله عز وجل، شا غادي نديروا؟ ما نشروا عليكم، ما نبيعوا عليكم، ما ناكلوا من عندكم. وزادوا داروا جدار. حنا ما نديروش جدار ما بيناتنا حنا خونا الجزائريين، الله يسهل الله يهدي الناس، ولكن انا نطبق اوامر الله. حنا المسلمين حنا الجزائريين قبل ما غادي نتكلم على المسؤول العلماني غادي نخاطب خويا الجزائري القليل باش نعطيك الخطة. احنا المسلمين عندنا 4 أشهر حرام اللي هي في العلم عند العلمانيين، وهي موسم تكاثر الاسماك ببساطه. ولو كان نسالوا الدول الاوروبيه على عندها الثروه السمكيه خاطش ما يصيدوش في موسم تكاثر الاسماك ببساطه عادي. حنا شنديروا على كل جزائري ان يفهم، رجع عندكم الانترنت نشوف انا شو وراهم الاشهر الحرم. كي يجوا هذوك الاشهر الحرم ما نشريش السمك، ما نشريش السمك، لان شراء السمك سيكون غادي نكون مشارك في هذا الامر حرام، لان الله عز وجل قال الصيد فيه حرام. اما المسؤول العلماني انا نقول للمسؤول خويا الا ما بغيتوش القران، ما بغيتوش تدوم القران ياك غادي ندوم العلمانيه تاعكم فيها. نجاوبكم بالعلم. موسم تكاثر الاسماك محرم عالميا، محرم دوليا. علاه احنا ما ننشئوش حاجه اسمها الشرطه، شرطه الصيد، ونخلوها هي تستكلف بهذا الموضوع عوض ما نخلو قوات البحريه هي تستكلف بالقوه بالحراسه الاقليميه على البحر، باش ما ننهكش. راك تقول لي باللي الحراك راه ينهك الامن الداخلي، ها ولا امر انهاك، امر الانهاك للامر الداخلي. انا ننشا الشرطه تاع الصيد هي اللي تتكلف بالصيد، وفي نفس الوقت في الاشهر الحرم شندير ننشئوا ايضا منصه اخرى لتغذيه الاسماك في الاشهر الحرم، باش على الاقل والله الذي لا اله غيره لما غادي يكملوا الاشهر الحرم غادي تلقوا ثروه سمكيه غريبه جدا. فلهذا ما نسالوش نقولوا على السردينه غلات علينا، لاننا حنا ننشروها في الصيف في أشهر الحرم في موسم تكاثر الأسماك، وهذا ممنوع، هذا محرم. تقول لي باللي شو الفرق ما بيننا وبين أهل السبت؟ ما كاش فرق، رانا نتشابهوا كيما هذاك اللي قال له شو الفرق ما بين المصباح السحري والمكياج؟ قال له ما فيهم حتى فرق. قال له علاه؟ قال له الاخر تمسحه يخرج لك مارد، وهذيك تمسحها تخرج لك مارد، وهذا غير مقتطف باش نقولوا على ما احنا خوتنا المؤمنات الطاهرات العاففات. لا سيما نبغي نقول لخوتي الجزائريين باننا شركاء في تحطيم الثروه السمكيه، هذا هو الامر. يجب ان نمتنع على شراء السمك في موسم الاشهر الحرم لانه حرام. احنا نخلو هذاك الصياد الله يسهل عليك. كي يجي رجل فيه القانون وصاحب مستوى ويبدا يستكلف بهذا الصوالح يلقانا شعب مؤهل باش بواحد الثقافه اسمها ثقافه مقاطعه. كيفاش انا ما نقاطعش غير هكا زاد عليا 20 دولار نقاطع؟ لا نقاطعك خاطرك تضيع لي في الثروه السمكيه تاع